تصريحات قوية وفرمان من مارسيل كولر يطيح بفريق كامل من القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء، ورضا سليم في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد الإصابة القوية. أول حاجة صلي على النبي، ولو أنت عايز تعرف أخبار الأهلي والزمالك والأخبار العالمية فأنت في المكان المظبوط. اعمل بقى لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. أخبار الأهلي: راحة سلبية للفريق بفرمان من كولر، وتواجد رضا سليم في ملعب مختار التتش على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم. وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وأعضاء الجهاز الفني المعاون على الاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف، ويخضع طاهر محمد طاهر لفحص طبي خلال مران الفريق بعد غيابه عن مران أمس ضمن استعدادات المارد الأحمر لخوض مباراة ميديام الغاني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وقال شوبير عبر أون سبورت أن أكرم توفيق تعافى تماما من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية، وأكد أن أكرم توفيق شارك في المران بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة بداية من موقعة ميديام الغاني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور شاركا في المران بشكل طبيعي بعد أن اشتكى الثنائي من الإصابة خلال معسكر المنتخب وتم استبعادهما. المهاجم الفرنسي أنتوني موديست شارك في التدريبات، ونفس الأمر التونسي محمد الضو كريستو الذي تدرب بشكل جيد للغاية ويأمل في الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات. اللاعبين الدوليين ينضمون لتدريبات الأهلي غدا بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب مصر عقب الفوز في مباراة سيراليون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. الراحلون عن الأهلي: مارسيل كولر يطيح بفريق كامل من القلعة الحمراء. انضمت 6 لاعبين في صفوف الفريق إلى قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهناك 6 لاعبين في صفوف الأهلي اقتربوا من الرحيل، وأن هناك جلسة عاصفة خلال الأيام المقبلة ستجمع بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق ولجنة التخطيط للكرة لحسم ملف الراحلين عن الأهلي في يناير بشكل نهائي. وانضم إلى قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير كل من خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم ندفيد وحمزة علاء ومحمد الضو كريستو ومحمود متولي. واتفقت لجنة التخطيط مع قرار كولر على بيع خالد عبد الفتاح في يناير إلى صفوف فيوتشر مقابل ضم عمر كمال عبد الواحد في صفقة تبادلية. ويرفض مارسيل كولر رحيل كريم ندفيد لحاجته إلى خدمات اللاعب، وطلب تأجيل حسم مصير اللاعب حتى يتم اختباره في الفترة المقبلة. على النقيض طلب كولر رحيل صلاح محسن، بينما تخشى إدارة القلعة الحمراء من التفريط في خدمات اللاعب خوفا من انتقاله للزمالك، خاصة إنه يرفض الخروج معارا، وطلب الرحيل بشكل نهائي حال اتخاذ قرار نهائي بخروجه في يناير. فيما طلب الثنائي محمد الضو كريستو وحمزة علاء الرحيل في شهر يناير نظرا لرغبتهم في الحصول على فرصة المشاركة لخروجهم من حسابات كولر بشكل نهائي. وأخيرا ناقش كولر مع لجنة التخطيط الكرة مع إمكانية رحيل محمود متولي في يناير نظرا لرغبته في التعاقد مع مدافع جديد، الأمر الذي تحفظت عليه اللجنة. شوبير: الأهلي يستعيد الثنائي المصاب قبل مواجهة ميديام الغاني. بات ثنائي جديد داخل الفريق بالنادي الأهلي وهم عمرو السولية ومحمود متولي مهددان بعدم الانضمام لقائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها من 12 إلى يوم 22 ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية بعد تأكد غياب المغربي رضا سليم بسبب الإصابة. ولم يشارك السولية ومتولي في أي مباراة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب الإصابات العضلية التي تطاردهم خلال الفترة الماضية. ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي تصريحات خاصة، السولية ومتولي شاركا في تدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية بعد انتهاء البرنامج التنفيذي الخاص بهم للتخلص من الإصابة. ويعاني عمرو السولية من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، في المقابل اشتكى محمود متولي من إصابة في العضلة الأمامية. ويغيب رضا سليم عن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بالسعودية بسبب خضوع لجراحة في الترقوة، ويحتاج ل3 أشهر قبل العودة للملاعب مرة أخرى. الجدير بالذكر أن الأهلي سينتظر الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي واتحاد جدة السعودي لملاقاته يوم 15 ديسمبر المقبل. ولو وصلت لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبك، ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.